اللقب في نهايه المشوار على حساب كوتوكو ونستبشر خير. وامامنا هنا في هذه اللقطه اقول لحضرتك نتيجه كانت تشيف احمد عيد. احمد عيد اول اهدافه الافريقيه مع الزمالك. احمد عيد يسجل، احمد عيد يسجل، احمد عيد يخلي الدنيا عيد في هذه اللحظات ويتقدم في هذه اللقطه. سجل الزمالك في بتروجيت وسجل ايضا في الانتاج من ركله الجزاء قبل ان تتوقف مسابقه الدوري، وسجل في مرمى الترسانه في كاس ايضا قبل ان يتوقف الكاس. اذا احمد عيد يضعها قويه في منتصف المرمى والحارس سينزو روبرت في طبعا الزاويه، واحمد عيد حطها حلوه حلوه حلوه. اذا احمد عيد يتقدم للزمالك بعد مرور 6 دقائق من ركله الجزاء. شيكابالا يتالق، ونذكر ان الحارس سينزو كان تصدى في لكي مع وجود ايضا اللاعب ماساليسا اللاعب رقم 12 بيلعبوا ب3 في القلب. خطره جدا، خطره 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 يحطها باسيلا. هدف التعادل، كره يعني يمر ويعدي فين وسط الملعب، فين الرقابه، فين الضغط، فين فتح الله، فين عبد الواحد، اتثبت فيها عبد الواحد وباسيلا يعادل النتيجه في الدقيقه 33. امامنا هنا لازم الزمالك كان يغطي بهدف ثاني. ادي عبد الواحد طبعا زعلان في الكره الماضيه. شوف امامنا الاعاده، ادي عدى من صلاح سليمان. باسيلا متعود على هذه المنطقه، يضحك على صلاح زي ما ضحك عليه في الهدف الاول في المباراه الماضيه، وعدى من صلاح سليمان ولاعيب مميز جدا ويضعها في الزاويه الضيقه. صعبه جدا 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 لان حط محمود فتح الله في خط مستقيم مع رؤيه الحارس عبد الواحد. عبد الواحد ما شافهاش الا وهي معديه من جنبه، وهدف التعادل ملعوب من جانب اللاعب لينوكس الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف، ليأتي الشوط الثاني ويأتي المتسبب بضربة رأسية. الهدف اللي تفوق بيه نادي الزمالك أمامنا اهو. شوف هنا صلاح سليمان واخد القائم البعيد وارتقاء رائع وضربة رأسية وفرح وسعادة كبيرة جدا، ورايح لأسامة نبيه حقيقة.